السلام عليكم. دخل علي واحد مطوع زعلان مطوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي عمر كيف الحال؟ الحمد لله طيبين. قال لي يا اخي اتق الله. قلت ايوه. غيرت الجلسه كلمه ثقيله. قال لي يا اخي تكبرون للناس وتعظمون امر وشأن تركي آل الشيخ. قلت ايوه. قال وجعلتم الامر المشكله ان تركي آل الشيخ. انا اول ما قال لي كذا توقعت انه عنده فتوى من الدين الشولومي يقول انه موضوع تركي آل الشيخ يعني موضوع بسيط وعادي ووضع حبي. لا طلع الرجال زعلان. قال لي اهون اشكال الكفر والاجرام والفسق التي ترتكب عندنا في الدوله عن طريق تركي آل الشيخ. اقل واحد. قلت ايوه. قال وين ما تركتم ما تتكلمون عن الحكم بغير ما انزل الله؟ وين تركتم الحديث عن إعانة الكافر المحارب الصهيوني على أهل غزة بإعلام وبمال وبسلاح وبتمكين وبدعم؟ وين تركتم قتل النفوس؟ كم نفس قتلت وأزهقت بغير وجه حق؟ قتل نفوس بغير وجه حق. قال وين تركتم أخذ أموال الناس بالباطل؟ وين تركتم تخويف الناس عن وتحجيمهم وتقييدهم عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قلت أيوة والله كلامك حلو مطوع يعني. طيب قال لي الشاهد زبدة القول يا حبيب قلبي انه ترى موضوع اكبر بكثير جدا من تركي آل الشيخ. الله يصلح حالكم وخلونا من التركيز على تركي آل الشيخ وركزوا على القضايا العظام. قلت له والله انت زعلان مننا بس انا زعلان ايضا منك لانه انا لست بطالب علم مش شيخ حتى ولا عالم ولا انا الطاء اللي فوق اللي شفت مش حتى الطاء حتى الشرطه ذيك اللي فوق الطاء انا ماني انا. قلت له انا لا. وين دورك انت كعالم لتبين للناس هذا الحق؟ وين دورك في التأصيل الشرعي للمسألة؟ وين دورك انت كعالم كمختص في الدين كطالب علم كشرعي ان توضح للناس اوجه الكفر والاجرام والزندقه التي وقع فيها هؤلاء؟ مهما جيت انا وشرحت وتكلمت للناس الناس يقولون يا عمر جزاك الله خير شكرا جزيلا بس انت جالس تتكلم يعني من جانب يعني حرقه او جانب ان عندك مثلا مشكله مع الدوله او الى اخره. فهمت؟ ما بيجي احد يقول والله عمر والله صادق. واغلب الناس يقول لك انت تتكلم في غير تخصصك وفي غير فنك يعني. فاهمني؟ هي حتى لو سالته قلت لهم انا استنرت براي الشيخ الفلاني او الشرعي الفلاني او العالم الفلاني يبقى راي العالم وقوله مقدم عند الناس. وين دوركم؟ هذه مشكله. انت لما تجي تقول لي الان اهون شيء صاير تركي آل الشيخ في نفس الوقت انت لا تقدم لي طريقه لمعالجه المشكله. الله يعين. يعني هو يفضفض وانا افضفض. الشيخ الله يكتب اجره بس يلا.